رمضان كريم. مساء الفل. يا ما شاء الله. يا ده البيت عايز يلا سلام. يا مساء الورد يا مساء العسل على احلى متابعين في الدنيا. حلة امي يا جدعان، حلة امي دي. رحت بقى بت معاها وقلت ايه اروق على بقى ست حبايبي حبيبه واطلع كده في رمضان وهي راضيه عني. انا عارفه ان هي كده كده مش راضيه بس يعني ايه نعمل اللي علينا وخلاص. وقلت اجمع لها الحبايب والغاليه جت وايه وهنروق عليهم بقى النهارده. انا مكتوب عليا اقف في المطبخ عند امي وفي البيت. روقت لها بقى الشقه امبارح وروقت عليها وايه مش قادره اقول لكم ريحه البيت مفحفحه ما شاء الله اللهم بارك. قلت بقى ايه هعمل بقى معاكم احط بقى حوالي مثلا 5 أو 7 فصوص كده حبهان. حطيت بقى المستكه وريحتها تطلع وابتدي بقى ايه ادي اللحمه صدمه كده والنار عاليه. ان شاء الله اللهم بارك. هديها بقى تشويحه كويسه قوي. هبتدي بقى اشوحها وارمي عليها حوالي 7 فصوص ثوم وشويه من الفلفل الاسود. شويه فلفل اسود حلوين كده. شويه من الكزبره. حطيت عليها شويه من الكزبره. شويه من الفلفل الاحمر. ولو عندكم بهارات لحمه شوية سكر بقى عشان خاطر يعني تستوي معايا ويخليني اشوحها بقى تشويحة كويسة كده وارجع لها. ما شاء الله بصوا لونها خطير. شوحتها بقى تقدروا تسووها بالثوم كده بس انا هزود لها بصل. بصوا ما شاء الله البصل اصلا كرمل ولونها بقى جميل جميل جميل. حطولها بقى ولو عايزين تحطوا قرن فلفل سبايسي ممكن. اسيبها بقى هنقلها بقى على حلة تانية. هسيبها بقى هنقلها على حلة تانية واعمل بقى معاكم حاجة تانية. بصوا هنا خرطت بصلاية وعليها شوية زيت وشوية حتة زبدة أو سمنة وأحط لها بقى إيه شوية فلفل أسود ريحته تطلع كده. انتوا عارفين إن البصل الأبيض ما بيحمرش بسرعة غير الأحمر. أنا هسيبها بس إيه تصفر كده. بس ابتدى بقى إيه يحمر نحط لها بقى فص ثوم كده بس ريحته تطلع كده. انا عندي الصلصه انا مسبكاها فمش هضطر ان انا ايه انزل بيها الاول. انا هدي تشويحه للبسله مع البصل مع الفلفل كده الاول. جبت بسله اصلا امبارح وقعدت انا وماما فصصناها ربنا يبارك لها يا رب. بدل ما اقعد بقى عشان اخزن البسله ملحقتش اخزن ولا اعمل اي حاجه بسبب الدور اللي انا اخدته ده. فيها بقى تشويحه كده لونها الحلو ده يظهر كده. لو انتوا عندكم الطماطم لسه ضاربينها يبقى انزلوا بالطماطم الاول سبكوها وبعد كده شوحوا البسله في طاسه بره. بصوا بقى احط لها مكعب مرقه يا جماله. شويه بقى الصلصه بعد ما شوحتها كويس. الصلصه بقى انا عندي الصلصه بشيلها مركزه. سيبها بقى ايه واحط لها بقى رشه سكر
عشان الصلصة. وبعدين ازود لها بقى شوية مية كده واسيبها تستوي مع نفسها، ونبتدي في الصنف الاخر. بصوا كمان اعمل بقى شوية رز كده بشعرية، ايه، لوز اللوز. استنوا كمان. يا عيال. راضية عني ياما. يا رب يا رب لازم اللوز مع حبتين قوي. يا رب، اللهم امين. يا رب يا رب يا رب يا ماما. يا رب، ويجعل دايما مفتوح بحسي. راضية عني يا حاجة. يخلي أنا ويخلي رحمة ويخلي غرمة. وين؟ يا رب يا رب. هحط له ورا 4 كده ورق لورا. وأنت عاملة إيه مرة؟ ايه؟ وأنت عاملة إيه؟ انت لسه بتسألي يا حاجة؟ انا عاملة رز، وعاملة اهو لسان عصفور، وعملت لحمة بالبصل، وعملت بسلة، واللهم صل على النبي، وفراخ كده يعني. راضية عني يا حاجة؟ راضية يا بنت. ربنا يديك الصحة يا ماما، ويجعله مفتوح بحسك دايما ولما انا حواليكي. ربنا يصلح لكم حالكم وينور لكم طريقكم ويبارك فيك انت واختك وفي عيالكم وفي جيزانكم. يا رب ويخليكي امينه ويعلي رسالتك وينور بصيرتك. شكرا يا ماما. يا ويكفيك شر المدان. رب. اهم حاجه بس الامتحانات، داري في الامتحانات. وربنا يصلح لكم حالكم. ربنا ينجح ولادنا جميعا يا رب. امين يا رب العالمين. ويديك يا انس ويديك يا عمرو ومروه. انا من امبارح وانا متكحرطه والله يا جماعه في البيت. وربنا يصلح لك حالك وينور لك طريقك انت واختك. يا رب يا رب ويكفيكوا شر البداري. يا رب. ويبارك لكم في جيزانكم وفي عيالكم وفي مالكم. يا رب حق الايام الكريمه عندك يا رب. يا رب. واجعلوا مفتوح بحسكوا دايما. وبحسك يا حاج. لا انا مش ضروري انتوا انا. لا ازاي؟ ما هو انت لو مش موجوده، الدكتور انس والدكتور عمرو. لو انت مش موجوده. والاميره رحمه والاميره اروى دول كفايه. والاميره منى. اذكري يا منى. هي هتكمل يا من. هي هتكمل. وربنا يكفيكوا شر المداري. يا رب يا ماما. ويراعيكم. ربنا يبعد عننا اولاد الحرام. امين يا رب. يا رب، ويجعل دايما البيت مفتوح بحسك يا حاجه ولما انا حواليكي. ربنا يصلح لكم حالكم يا بنت وينور لكم طريقكم. يا رب يا رب ويكفيكوا شر المداري. ويبارك لكم في عيالكم. يا رب. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا عملت هنا خرطت بصلايه وفصين توم وحبيتين طماطم، وحط عليهم بقى شويه ملح. والله يا جماعه لو جربتوا ان انتوا تتبلوا الفراخ كده قبل ما تسلقوها هتبقى ادمان، والله جميله جدا. وفصين حبان كده تفتحوها، ولو عندكم بقى مستكه وانتوا بتسلقوها ارموا عليها ورق لون. بصوا وادعكوا بقى المرتة دي كلها بقى في بعضها بايديكم. بصوا تفتحوا بقى الورك كده وتحشوه من جوه، والصدر بقى مبقين كده تتبلوه من جوه ما بين الجلد كله، تتبلوه وارجع لكم تاني. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. انا تبلتها. انتوا بقى لو سبتوها بقى ساعة كده ولا حاجة يا سلام، تشرب بقى من حطيت لها بقى كام ورقة لون. اللهم صل على حضرة النبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين. لو سبتم لحد هنا متنسوش تحطوا لايك، وربنا يا رب يخلي لنا امهاتنا واهالينا ويجعل دايما البيت مفتوح بحسهم يا رب. يا رب ما يحرمنا منهم ابدا ولا من لمتنا وسط اخواتنا. حطيت بقى بصلتين وجزرايه وهسيبها بقى تستوي، وبعدين
اسيبها بقى تستوي كده وتشرب من التتبيله، وبعدين ازودها ميه مغليه كده. بقى بحمر لهم كمان كيس لسان عصفور. هنا بقى معايا شويه كزبره وشويه ملح، شويه فلفل اسود، وشويه بقى معلقتين صلصه كده. هنقلب بقى وايه بقى، حط لها بقى شويه شوربه واقلبها بقى فيها، واللي تدينا بقى لمعه حلوه شويه زيت او حته زبده عندكم كده، وخلاص. وندهن بقى وش الفراخ. بصوا بقى هدهن وشها عشان ادخلها الفرن كده. ربنا ما يقطع لي عايده ولا يحرمني مني ولا يحرمني مني. رمضان كريم. بصوا بقى سفرتي يا جماعه. طب ليه امي؟ هو ده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وجربوا بقى كل الاكل ده هيعجبكم جدا، وما تنسوش تحطوا لايك لو وصلتوا لحد هنا، وكل سنه وانتم طيبين. سلام. طيب يا حبيبتي، وعودا دايما عليكي يا ست الكل. وخليك انت وجوزك وعيالك، ودايما عادة ما تتغتاش لا انت ولا اخواتك. يا رب راضي عني يما. من كل قلب. الله يديكي يا ماما. الله بس خلاص مش عايزه حاجه تانية. ربنا يا بنتي يستر لك امرك ويعوض لك عليه. يا رب. ويرزقك انت وعيالك وجوزك يا رب. ويحفظهولك من سرق الوحش. يا رب اللهم امين. ويسر لكم امركم وينور لكم دنيتكم وحياتكم. يا رب يا ماما. ويبارك لكم في مالكم وفي عيالكم وفي جدانكم وفي حياتكم. يا رب. قادر يا فندم. يا رب. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. لزوم القعده بقى وسهره الاخوه. قلت اقوم اروق عليهم واعمل لهم شويه قطايف. بصوا هنا جوز الهند وسوداني وزبيب وشويه سكر، وبحشيها بقى اقفلها كده. بس ايه منى راحت الراجل ضحك عليها، شكله جايب لها قطايف تكون بايظه. وبصوا ممكن تحشوها قرطاس كده وتتحمر، وتحشوها بقى نوتيلا اي حاجه انتوا ايه عايزينها. ماما بتحبها اصلا مكسرات. انا عملتها قبل كده معاكم كريمه كده، حشيتها كريمه. يلا بقى نقوم نحمرها. عملت لهم بقى طبق القطايف، ولقيت كده اسمه ايه، فنكوش. اتفضلوا معانا.